موجود في كافة المجتمعات والدول العربية، ليس فقط على المرأة إنما على الرجل وعلى الأطفال وعلى الشاب وعلى كافة المتواجدين في هذه المجتمع. ولكن نحن نخص بالأخص هي المرأة اللي أكثر اليوم هي تتعرض للعنف من خلال عدم إعطائها حقوقها وأخذ رأيها وعدم تواجدها في كافة الأمور في المجتمع. النساء تهجر، النساء تقتل ويوجد في جثتها أسود أنواع التعذيب وأسود أنواع القتل. فهل والمحاربة ذلك العنف لتشكيل مجتمع ديمقراطي سياسي متحرر نتخلص من هذه الظاهرة ومن هذا العنف اللي أصبح عبء كبير على المرأة. شهرزاد الجاسم، إدارة المرأة في دير الزور. نحن كنساء وإداريات وجميع المتواجدات في مجال المرأة قمنا ولجان المرأة في المجالس والمجالس التنفيذية والتشريعية قمنا بحملة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان بالإرادة نجتمع على العنف سننتصر. من خلال الأيام العصيبة التي مرت بها البلاد وهي جائحة كورونا نلاحظ أن العنف أصبح ظاهرة قوية على المرأة، فنحن قمنا بسلسلة اجتماعات وندوات للقضاء على هذا العنف، منها توعوية ومنها فكرية. واليوم سنجتمع لدعم المرأة اجتماعيا وفكريا واقتصاديا لتعرف مدى حقوقها وأخذ حقوقها بالكامل وواجباتها ودورها الهام والكبير في المجتمع.